الناس اللي بتشتكي ان الطعميه البيتي ما بتظبطش معاها وبتفك وبتسيب في قلب القليه وما بتبقاش متماسكه. طعميه لسه عاملينها نص معلقه من الكمون من غير كربونات ومن غير بيكنج باودر، نص معلقه من الكزبره، ربع معلقه من الملح. كل المكونات دي هنقلبها مع بعض. اي حاجه بتتعمل في البيت ممتازه يا جماعه، اي حاجه بتتعمل في البيت رائعه يا جماعه، اي حاجه بتتعمل في البيت اقتصاديه يا جماعه. ربع كوبايه من الميه، حوالي معلقه كبيره، عشان بس تتجانس كلها في بعضها بالشكل ده. شايفين خضره ازاي؟ نقليها مع بعض، ومش هفصل الفيديو عشان تشوفيها وانا بقليها وهي في قلب الزيت هي قد ايه متماسكه. طاسه على النار، هبدا اضيف عليها كوبايه من الزيت. ما تنزليش الطعميه غير لما الزيت يسخن، لو نزلت الطعميه والزيت بارد الطعميه هتشرب كل الزيت. هنا كده لسه الزيت، شايفه لسه الزيت بارد خالص. الزيت بدا يسخن، خد العجينه على ايدي بالشكل ده، اوطي الزيت وبظهر السكينه هبدا انزلها صوابع الكفته بالشكل ده. ما تحاوليش تقلبيها غير لما تحمر. اقلبها شايفه. هنعمل نوع تاني بقى بالسمسم. محترفين، شايفه اجتهاد البيت اطعم من احتراف السوق. ما تحاوليش تقلبيها غير لما تتماسك. شايفه طبعا ده على حسب ما حضرتك بتحبي، مستويه نص سوا زي ما بتفضلي وزي ما بتحبي. قلينا الطعميه، حتى الشكل العشوائي اللي احنا قليناه طلع متماسك وطلع، شايفه متماسكه ازاي، شايفه نفسها خالص ازاي. بصراحه بتتكلم عن نفسها، الريحه، الطعم. عاشقه للطعميه البيتي، محتاجه شويه جرجير، محتاجه شويه فلفل، محتاجه شويه عيش، وعملنا مع بعض طعميه بيتي من الالف للياء. لو عايزه تعرفي ازاي الطعميه اتعملت نوريني في القناه وشرفيني في القناه، هتلاقي المكونات والطريقه ابسط ما يكون.